اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري. بس البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجه بيشوفوها. اوقات بنتفق، بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري. بس ازيك يا عبد، ايه الاخبار؟ اهلا ازيك يا زيزو. لا تمام، انت عامل ايه؟ كله كويس كله جميل. هنتكلم في النهارده. قول لهم بقى انت اللي صاحب الفكره. طب يا سيدي، احنا النهارده اهو 11، فقلنا كل سنه وانتم طيبين كده. الصيف خلص خلاص، واللي عنده مدارس رجع، اللي عنده جامعات رجع. فقلنا بما انه كان صيف طويل وحافل زي ما بيقولوا، خلينا نتكلم، نعمل سمري كده او ملخص للي حصل في الصيف. ايه الافلام اللي نزلت، عملت ايه، ايرادات كام، مين الابطال اللي عملوا افلام السنه دي، مين ما عملش، كل الكلام ده. فهنتكلم يعني حصيله كده عن اللي حصل في الصيف السنه دي. انت بتضغطني بقى كده. ليه كده؟ يعني انت عايزني الحق اجري بعد ما نسجل الحلقه جري اروح اديت عشان خلاص انت اه قررت ان هي نازله اه بكره كده. ما هو معلش بقى، هو عبد اللي بيديت يا جماعة. فاحنا بنسجل دلوقتي لحد 1/10، وهي الحلقة بتنزل كل 2. يعني احنا هنخلص تسجيل واطلع يجري بقى اعمل ايديت بسرعة عشان نلحق ننزل الحلقة. لا وزيزو ما بيهموش. هو زيزو متخيل ان انا بقعد كده 5 دقايق بعد الحلقه اخلص وكده. انا بطلع ايوه يا بيزي عم، انت والله. مش بتجيب اي حد يedit، تجيب اي عيل صغير يedit. عيل صغير. طيب طيب ماشي، تعالى ضيع عندنا وقتك بقى، ضيع وقتك مش تلحق تedit. مم. عندنا كام فيلم يا زيزو نزل السنة دي؟ بص يا سيدي، عندنا 20 فيلم. 20 فيلم ابتداء من 17 مايو لحد 20 سبتمبر، يعني على مدار 4 شهور. اوكي. 4 شهور 20 فيلم، يعني تقريبا كل أسبوع فيلم. انت يعني مدخل قعدنا معانا شهر 5. ماشي، انا مش بعتبر شهر 5 اه صيف قوي هو بس ما ماشي. يعتبرش سيف قوي، بس مم. علشان ايه مش عارف. فكرت في سبب ولا اجازات ايه؟ المدارس يعني وكده ممكن ماشي تجاوزا يعني. يعني قعدنا لمدة 4 شهور بننزل كل أسبوع فيلم. طبعا دي حاجة يعني حاسس، أنا حاجة ما أكيد مش حصلتش. حافظ بالظبط، بس أنا حاسس إن هي حاجة ما حصلتش من زمان قوي قوي يعني. ما حصلتش بقالها كتير فعلا. يعني إن ينزل في الصيف 20 فيلم، دي مش عارف إمتى آخر مرة حصلت، بس ده عدد كبير، عدد كبير جدا يعني. بس هل مقارنة على بقى يا الأقل ترى، بآخر 5 سنين يعني أو آخر من 10 حتى يعني. يعني احنا كان اه عندنا السنة اللي فاتت ابتدينا شوية، السنة اللي قبلها السنتين اللي قبلها كانوا كورونا. يعني في السنة أحداث دي كتير يعني كده أول سنة أثرت. من زمان ما يبقاش فيه لا أحداث سياسية ولا أحداث طبية ولا أحداث في أي حاجة تمنع الناس إنها تنزل السينما. فكله بقى عمل أفلام وكده. ووصلنا ل20 فيلم. فتعالى نشوف بقى، هل العدد ده يخلي في الآخر الحصيلة إن ده يبقى موسم ناجح ولا لأ؟ هل هي بالعدد ولا لأ؟ هنشوف مع بعض كده. طيب وفي حاجات تع- كتيرة حصلت لأول مرة في الصيف دوت، فبرضو هنتكلم عليها في الآخر. طيب هبتدي أول بس كام كده. فيلم كده أنا هجري فيهم عشان يعني يعني ما أفلام. تشافوش قوي يعني. اه أول واحنا فيلم هنقول في، يعني احنا اكيد ما شفناش 20 فيلم برضو، فهنقول احنا ايه اللي شفناه وايه اللي ما شفناهوش. بس حتى اللي ما شفناهوش يعني عندنا كلام عليه يعني. يلا معلش قطعتك، اتفضل. طيب أول فيلم معانا فيلم اسمه آه. يلا ابدأ. أول فيلم معانا فيلم الصف الأخير. مم. ده نزل 17 مايو. يعني انا بصراحه ما كنتش عارف ده بطوله مين، اخراج مين، اي حاجه. تعرف اي حاجه عنه؟ اه لا، هو احنا بنحضر، احنا يعني بصينا على ال20 اسم، وكان فيه بتاع 4 5 أسامي. احنا يعني لسه عارفين إن هم الأفلام دي نزلت أصلا. آه. ففي حاجات ما حدش سمع عنها وما حدش شافها ومعرفش هي بتنزل ليه، بس هو أهو. عموما مكتوب عليه فيلم كوميدي يعني. كان إيه؟ طيب تعرف بطولة مين؟ تعرف أي حاجة؟ اظن فيلم بيومي فؤاد ده بيومي فؤاد وتيام قمر، صح؟ اه هاي جميل. بس خلاص اللي بعده. الفنان تيام قمر عامل عملين في الصيف ده.
ما شاء الله. اه هايل. ماشي. اللي بعده عندنا 24 مايو فيلم رهبة. رهبة ده بطولة فيشاوي. امم كنت قلت لي انت حاجة عليه قبل ما تسجل. انا ما اتفرجتش عليه، يعني الناس اللي بتسمعنا بقى كتير عارفه انا مش عايش في مصر، فللاسف الافلام اللي بتجي لنا محدوده قوي، ففي حاجات بتيجي وحاجات ما بتجيش. فرهبة ده ما جالاش ولسه ما نزلش على اي موقع عشان اتفرج عليه. بس سمعت عنه كلام كويس، وسمعت ان هو فيلم معمول من نوعيه افلام سبوف كوميدي. سبوف ديت حاجه مش دي حاجه مش موجوده عندنا قوي في السينما، ده نوع موجود بره كتير، وده بيبقى عباره عن بيعملوا فيلم بيتريقوا على فيلم تاني. اوكي. يعني مثلا زي سكيري موفي مثلا والحاجات دي كنت لسه بيتريقوا اقول لك على سكاري افلام موفي رعب. فعلا. بالظبط. دي نوعيه موجوده بره كتير وبتضحك وحلوه وليها جمهور، يعني هنا مش موجوده عندنا. بس بما ان احمد الفيشاوي طائق واجنبي كده، فهو وهو احنا اتكلمنا قبل كده في حلقه اللي هو ابناء العاملين، ان هو يعني هو من اكتر الناس اللي بتعمل حاجات جديده، يعني هو بيجرب اول بصراحة. واحد عمل سيت كوم، اول يهين واحد نفسه جامد عمل يعني. مش عارف ايه، بيجرب حاجات جديده، يعني اوتسايد ذا بوكس دايما الصراحه. فسمعت ان الفيلم حلو. لو نزل على المنصات او لو موجود على النت شوفوه، فيلم كوميدي وبس، ما عنديش حاجه تانية اقولها عليه. انا بحب فيشاوي، وهو غير فيشاوي هو معاه محمد لطفي، سراء جبيل، نسرين امين، محمود البزاوي، سماء ابراهيم. فالكاست حلو. انا فعلا ما سمعتش عن الفيلم ده، يعني انا عرفته واحنا بنحضر الحلقه، فهحاول ادور عليه اشوفه لو نزل في اي حته، حتى لو مسروق بقى على IPTV او على ايجي بست والحاجات دي. لا انا بس دورت حاسه هيبقى حلو بصراحه. انا كل يوم بفتح IPTV ادوس ريفريش اشوف ايه الجديد اللي نزل عشان اشوف هتفرج على ايه. بس لا لو نزل حاول. تعملوش زي زيزو يا جماعه، شجعوا الصناعه ما تعملوش زي يا جماعه، انا بعمل كده وتركزوا. عشان انا عايش بره، انا بعمل كده عشان انا للاسف ما عنديش اوبشن ان انا اخش الفيلم في السينما، يعني لو كان عندي كنت دخلت. شجعوا الصناعه وخشوا الافلام عشان تجيب ايرادات، عشان يتعمل لنا افلام احسن. تالت الفيلم ده عمل جدل كبير قوي، فيلم شوجر دادي. اتفضل يا زيزو. انت شفته بيتهيألي. انا شفته ده نزل على شاهد ابقى شفته. بس هو عمل جدل بجد؟ طيب ليه عمل جدل؟ انا احب اعرف يعني. الفيلم ده جاب ايرادات عاليه جدا 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 بره مصر، يعني يمكن جاب اعلى ايرادات في تاريخ السينما بره مصر. السعوديه يعني صح؟ بره مصر عموما. ماشي. هما يعني في السعوديه بالذات بيحبوا اصلا بيومي فؤاد قوي، يعني انا بقيت الاحظ ان دايما معظم الافلام اللي بتروح السعوديه هي بتبقى افلام بيومي فؤاد، فواضح ان هو يعني هما بيحبوا بيومي فؤاد هناك، وفعلا زي ما انت قلت هو جاب ايرادات عاليه قوي. هو فيلم اللي شاف فيلم ماما انا حامل سمعت ان هو بالنسبه لهم زي عادل امام كده، يعني الناس بتستنى له مخصوص افلامه، يعني مش مجرد يعني هو بالنسبه لنا في مصر طبعا ممثل عظيم وممثل قدير، بس بطل تاني او ابو البطل صاحب البطل، يعني بيطلع في دور تاني مش دور اساسي. بس واضح ان هو لا ليه نظره مختلفه بره مصر. أذواق. من سنة ولا سنتين كده نزل فيلم اسمه ماما حامل، كانت بطولة بيومي فؤاد وحمدي مرغني وليلى علوي وتأليف لؤي السيد، ومش فاكر مين المخرج. لذيذ على فكرة. مش وحش، فيه كام حتة بتضحك، بس كان فيه محمد سلام يعني، فدي برضو فرقت. الفيلم ده فيه كل اللي انا قلتهم دول تاني، هم وفي ناس بتقول ان هو جزء تاني وبتاع، هو ممكن يتشاف جزء تاني او ممكن يتشاف فيلم مستقل لوحده، بس ما فيهوش محمد سلام، ده الفرق. بدلوا محمد سلام بمصطفى غريب اللي هو كان العترة في الكبير قوي، اللي هو ابن احمد مكي اللي كبر ده، وزودوا تامر هجرس، فدي بقى يعني مش عارف. شكرا للاضافه. بس مش هتكلم اكتر من كده. طيب خلينا نوفر وقت الحلقه الحاجات الافلام الاحلى. طيب عندنا بعدها اخر بقى فيلم في مايو 19 به، وده يعتبر اول بطوله لسيد رجب. صحيح. بصراحه كنت انت بتقول لي على سيد رجب، انا بحب سيد رجب جدا، بس دايما كنت بشوفه في دور بطل ثالث، يعني عمري ما شفته في دور كبير قوي واخد مساحه كبيره. فانا عارف ان هو عنده امكانيات تمثيليه عاليه، بس ما شفتوش في مساحه دور كبيره. كان اول مره اشوفه، انا لسه مخلص مسلسل اسمه موجة حرة، فكان اول مره بقى اشوفه واشوف الطاقه التمثيليه الجباره في مساحه دور كبير بقى.
فلا سيد رجب سيد بيه رجب يعني. شفت بقى، شفت؟ ايوه كده، ايوه كده، الحمد لله على السلامه يا راجل. بقعد اقنعه دايما ان سيد رجب ده جامد، يقول لي لا عادي يعني. لا يا راجل، لا لا، هو ممثل جبار. ما هو معلش اعذرني، ما هو في ناس يعني انا كان بالنسبه لي مثلا سيد رجب بشوفه مثلا زي محمد لطفي مثلا، بشوفه يا مثلا لهوي. يا لهوي على الاهانه. بيطلع في مساحه دور صغيره. يعني هو ما ينفعش يتحط في اي دور بقى بحكم سنه وشكله والكلام ده كله، بس لما بيعمل اي دور حتى لو كان صغير، لا انا بشوفه بيعمله حلو يعني، بيأدي الصراحه. انا ما شفتوش، بس بصراحه ده من الافلام اللي حطيتها على الواتش ليست انا كنت ومستني عايز اتفرج اشوفه عليه. امبارح، عشان قبل ما نسجل الحلقه دي. هو نازل على شاهد من اسبوع كده ولا حاجه، بس للاسف حصل حاجه وما لحقتش اشوفه يعني. فبس من الافلام اللي انا اشوفها ان شاء الله، وشفت الاعلان عجبني، وانا بحب سيد رجب، والفيلم شكل فيه تمثيل حلو وترشح لمهرجانات كتيره قوي، فاظن هيطلع فيلم حلو. بس هو يعني فيلم دراما على تشويق كده، مش حاجه كوميدي. لو انت منتظر حاجه كوميدي ما تتفرجش عليه يعني. بس كده خلصنا شهر مايو. اه الفيلم برضو اخراج احمد عبد الله، وتاليف برضو احمد عبد الله. اوكي. بس انا الصراحه بحب الحاجات اللي بتبقى المؤلف والمخرج نفس الشخص دي. يعني بحس ان هي بتفرق في الجوده النهائيه او في العمل النهائي يعني. بيبقى شايف الاند برودكت اللي عايز يطلعه شكله عامل ازاي. بالظبط. وبتبقى بوينت اوف فيو واحده، فبتحس ان يعني كل حاجه رايحه في نفس الاتجاه، ما تحسش ان الدنيا مشوشه يعني. يلا بينا اللي بعد، خش على يونيو بقى. شهر 6 العيد الكبير، العيد الصغير مش فاكر والله كان انهي عيد من الاعياد. الكبير ان شاء الله، كان الكبير يا حبيبي. عدنا 3 اسابيع بقى ما فيش ولا فيلم لحد 21/6. من 30 مايو ل 21/6 ما فيش ولا فيلم نزل. بعدين ابتدينا بقى موسم الصيف بقى. اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. بيت الروبي. انت رايك رايك ايه في الموضوع ده صحيح بالمناسبه يعني؟ ما انا قلت لك رايي بقى، مش هقعد اكرر نفسي كل مره. انا بقول لك دي اكذوبه بصراحه يعني. انا سالتك الموضوع ده صح. يعني برضه ما سمعش في الحلقات اللي فاتت. احنا يا جماعه دلوقتي التذكره من 20 سنه كانت ب10 جنيه، وقبلها ب5 جنيه، وبعدين بقت ب30، وبعدين بقت ب70، وبعدين بقت ب100. فانا ما ينفعش اقارن صعيدي في الجامعه الامريكيه ببيت الروبي. هبقى بظلم الفيلم القديم. هو الصعيدي في الجامعه الامريكيه لو انت حسبت سعر التذكره هيبقى جايب اعلى نسبه حضور. بس فهي طول ما احنا في التذاكر بتغلى، طول ما هتسمع اللقب ده كتير يعني. بس هو انديكيشن ان الفيلم برضو جايب ايرادات عاليه يعني. فيلم معدي ال100 مليون، فيلم بالظبط جايب 128 مليون. رقم برضو كتير، رقم يخليك تقف عنده كتير قوي يعني. انا فاكر بصراحه ان الفيلم ده انت دخلته قبلي، ودخلت بيزد على الريفيو اللي انا قريته منك ومن ناس تانية، ان الفيلم ما يعتبرش كوميدي. هو التصنيف بتاعه واي حد هيشوف الكريمان عبد العزيز في الفيلم هيقول على طول ان هو فيلم كوميدي. فانا دخلت عرفت ان هو لا، هو فيلم بيناقش قضية وفيه شوية كوميدي. فلما دخلت بالتوقع ده، لا كنت مركز بقى مع الفيلم والتمثيل والقضية اللي بيعرضوها وكده، وعجبني بصراحة الفيلم جدا. مش شايفه أقوى فيلم في السنة، بس فاهم ليه هو يجيب أعلى إيرادات في السنة بصراحة. في أسباب كتير طبعا يعني كفاية كريم عبد العزيز وكريم عبد العزيز يعني، دي لوحدها حطت الفيلم في يعني. أنا شايف إن لو كان أي اتنين في الدنيا عملوا الفيلم غير الاتنين دول، ما كانش لو وصل نص النجاح ده ولا نص الإيرادات دي يعني. بيتر ميمي مش شايف إن ليه دور؟ لا، هو ليه دور إن هو يعرف يدير الناس دي كلها أو طلع الفيلم بشكل كويس. أكيد في غلطات يعني، أو في حاجات ما عجبتنيش. مش هقول غلطات، أنا مش بعدل على حد. بس بيتر ميمي مؤخرا بقى بيعرف يعمل أفلام المشاهد عايز إيه. بالظبط، هو بيعرف يعمل أفلام جماهيرية يعني. بس الفيلم موجود على النت بصورة كويسة للي عايز يشوفه، واللي ما لحقوش في السينما، او اللي عايز يشوفه تاني. انا شفته تاني لما نزل، تقبلته اكتر لان انا في السينما ما عجبنيش قوي عشان كنت فاكره كوميدي. بس طولش اكتر من كده بقى. اوكي، خش على اللي بعده. اكشن كوميدي. الفيلم بتاع محمد عادل امام. سوري. الفيلم بتاع امير كرارة.
هو فعلا هو يعني تحس ان هو اتعرض على محمد عادل امام وهو رفض، فقالوا نعمل ايه، فامير كرارة لحقهم. اه هو نفس بالظبط افلام محمد عادل امام، وبالذات جحيم في الهند، نفس ياسمين صبري، نفس حسين المنباوي المخرج، نفس الكرو مع محمد عبد الرحمن، عمهم نفس برضو. كل حاجه، نفس بس ما كانش معايا ياسمين صبري يعني. اه بس نفس الخلطه يعني. هو لقى الحته اللي بيحبها. هو لقى ان محمد امام ناجح في الموضوع ده، وهو بيعمل حاجات شبهه، وهو عنده نفس المقومات، الاكشن وخفه الدم والكلام ده كله، فقال لي يعمله. الفيلم كويس شغال، مش تحفه. في الفيلم ولد صغير، ده كان من احلى الحاجات في الفيلم، اسمه جان رامز تقريبا. اشوفه. شوفوا يعني شوفوا، بس توقع ان هو اكشن كوميدي يعني. يعني فوت كتير وانت بتتفرج، ما تدققش يعني. ماشي. الرساله وصلت يا مستر زيزو. بس مستر اكس. مم. ده 28 يونيو برضه يعني. البعبع يوم 28 يونيو نزل البعبع ومستر اكس وتاج، اه ويوم عيد ميلاد بنتي. كل سنه وهي طيب. يوم حافل. وانت طيب. ماشي. مستر اكس انا ما شفتوش للاسف، ده ما جاش بره، وانا كنت لسه ما نزلتش مصر. احمد فهمي، انت هنا بتحب الزاهد. احمد فهمي وبتحب هنا ازاي؟ لا انا ما بحبش هنا الزاهد. اوكي، بتتفرج على حاجتها على بتفرج الاقل على يعني. حاجات اه بس يعني ما بتبقاش بطولتها يعني، مم. بتبقى طالعه مع حد يعني. انا ما شفتوش، فما عنديش كلام كتير قوي عليه، بس من اللي سمعته ان هو فيلم كوميدي. في ناس اعرفها دخلت وضحكت، بيقولوا الفيلم حلو بيضحك، بس بيقولوا ان في هزار كتير او افيهات كتير يعني فوق ال 18 سنه. ودي حاجه في مصر برضو عايزين نتكلم عليها، ان هو هنا ما بيكتبوش التصنيفات صح. الفيلم ده تصنيفه 12 سنه، ومن الحاجات اللي انا مم. سمعتها، لا في حاجات ما ينفعش حد عنده 12 سنه يخش يسمعها ويشوفها ويطلع يقولها يعني، ما ينفعش. اه فدي ممكن حاجه تتاخد على الفيلم، او تتاخد على الرقابه اكشلي، مش الفيلم يعني. الفيلم يعمل اللي هو عايزه، بس الرقابه المفروض تحط التصنيف الصح يعني. مم. مم. لا انا بالنسبه لي انا عايز اشوف الفيلم، لان احمد فهمي صراحه محير، يعني بيعمل فيلم في السماء وبعدين يعمل فيلم في الارض، يعني ما عندوش وسط. هو عشان هو من الناس اللي بتجرب يعني، والتجربه دي مش دايما بتنجح يعني. اه بس يعني حاول برضو توظف نفسك في الحته الصح بقى يعني. خليني اثق فيك. انا بصراحه مثلا فيلم كويسين، فيلم جامد جدا، من اكتر الافلام بيضحك الكوميدي فعلا. يمكن اخر 10 سنين مثلا، من اقوى الافلام الكوميدي. وبعد مم. كده مثلا تلاقيه راح عمل حاجه عبيطه جدا بعدها مثلا، وبعدين يروح يجرب مثلا فيلم تراجيدي زي، او يعني يبقى طالع دور الفيلن او الشخصيه الشريره في فيلم العارف. وبعدين مم. يعني فاهم، مش ثابت كده. تلاقيه يروح يعمل مسلسل مع خالد يوسف، وبعدين سفاح الجيزه. فانا يعني هو مم. حلو يعني، ما اقدرش اقول ان ده غلط بيجرب يعني. بصراحه. مين لو بصيت عليه هتلاقي الرحلة دي يعني في تاريخه. هو بيقعد يجرب، اكيد مش دايما هتظبط معاه، بس يعني برافو عليه. انا شايف ان كده احسن ما انت تقعد تعمل حاجات مكررة وحاجات مضمونة يعني. بصراحه يعني ما اقدرش اقول حاجه. انا بس قصدي في النقطه دي عشان بس ابقى واضح، ان هو كافلام كوميدي يعني اللي هي نفس التصنيف، ما عنديش ثقه يعني. ما عنديش ثقه ان انا، لا انت ممثل كوميدي بستنى لك افلامك. ف امم بس من الواضح من ردود الافعال على الفيلم، من ايرادات الفيلم، ان هو شكله فيلم حلو. فده من الافلام برضو اللي ما جاليش الحظ ان انا اشوفها وحابب عايز اشوفها يعني. انا كمان ان شاء الله يعني منتظر الفيلم ده لما ينزل عشان اشوفه يعني. طيب ماشي. كتبت انت ريفيو من كام يوم فيلم تامر حسني، فيلم تاج. تاج اول سوبر هيرو مصري. فعلا حتى دي بنسرقها. اه هو بص، احنا جبنا سيرته بعد احمد فهمي على طول، فهم بقى يروحوا يصفوا حساباتهم مع بعض بقى. يعني هو ماشي، يعني هو الرجل العناب هو في نظري ماشي تناول كوميدي وكده، مش بيتهيألي تاج برضه تناول كوميدي صح ولا سوبر هيرو يعني جد بقى. لا مش جد طبعا، لا مش جد. هو اكشلي تخيل بقى ان الفيلم ده لو كان جد كان هيبقى كوميدي اكتر من اللي حصل. اوكي. يعني هو الفيلم حاول يبقى كوميدي، ما ضحكنيش اه خالص. هو لو كان اه جد كنت هضحك اكتر بكتير والله اه عن الفيلم نفسه. فيلم انا كتبت عنه ريفيو يعني. لا فيلم مش عارف مفيش يعني اي نقطة مش مضيئة. لاقي فيك حاجة حلوة اقولها، فاهم؟ مم. لا
عشان ابقى منصف برضو على قد ما اقدر، على قد ما اقدر يعني. يمكن الفيلم موجه للاطفال، يعني لحد 8 سنين مثلا تمام هيتاثروا بالسوبر هيرو، هيتاثروا ان هو عمال يدي حكم ومواعظ ويعني بينصح الناس وبتاع، فبطريقه مباشره جدا. 8 سنين فيمكن لازم. لحد 7 8 سنين تمام انت هتتاثر وهتطلع متحمس. مش 12 سنه حتى. لا 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 لا، 12 سنة ده يبقى الشنب خط في وشه وهيقعد يضحك على الهبل. لا لا. بيدي حكم ستريت فورورد في وشك كده، فانت كطفل مش هتاخد بالك او هتتقبلها، وممكن فعلا والصراحة نصايح مفيدة يعني وكويسة. بس كواحد كبير لا، انت بتضحك ايه الهبل ده يا عم، اللي هو ايه اللي انت بتعمله ده. عارف انت تامر لما يبقى فاضل كده ويقعد بقى يبقى غلبان ومظلوم كده وكده، انت يعني عارف تامر بيعمل الحركة دي يعني. زي كابتن هيما كده. لو انت بالظبط، لو انت اكبر من 8 سنين ما تتفرجش على الفيلم. طب هل يحسب لتامر ان هو بيجرب وبيروح المناطق دي؟ يحسب لتامر ان هو بيجرب، يحسب ان هو بيجرب. يعني مش كل التجارب ناجحه، بس انا ما اعرفش بس انا شايف التجربه الفاشله لحد ناجح بصراحه لا ما تتجربش احسن. خصوصا انا ما عنديش مشكله مش بتكلم في ذوق. انا كل الريفيوز وردود الافعال، يعني اللقطات الصغيره اللي بشوفها من الفيلم، لقطات يعني مضحكه مش بالمعنى الكوميدي، لا مضحكه بالمعنى يعني المثير للشفقه يعني فاهم. ايوه يعني هو الفيلم كله كده عيب يعني فاهم. انت لو طفل بقى عيب يمكن حد بالنجوميه دي، عيب حد بالنجوميه دي وبالحجم ده يجرب يعمل حاجه مش متعوب فيها. يعني ماشي فكره جديده لا، ما انت لو تسمع بس انت ما تعبتش. المشكله بقى لما تسمع مثلا تامر وهو بيتكلم عن الفيلم مثلا، يعني انا قد ايه كنت متحمس من كتر كلام تامر عن الفيلم. انا عامل حاجه ما حصلتش، وانا عامل حاجه يا جماعه استنوني، ويقعد ينزل بوستات على الانستجرام وهو بيتمرن، والنهارده انا صورت لقطه ما اتعملتش في السينما. تحس ايه ده يا لهوي، انا لازم اتفرج على الفيلم ده. بعدين المنتج النهائي بقى ملوش اي علاقه باللي هو كان بيقوله. يعني انتوا بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا علينا ولا احنا عمي، ولا انا يعني مش فاهم بس هو في حاجه غلط. بس هدي اعصابك يا مستر زيزو تعالى. الفيلم موجود، يعني الفيلم نزل اونلاين بصوره كويسه للي عايز يشوفه. انا شفته اونلاين، فشوفوا كده وشوفوا لو انا ظلمه يعني انا عارف ان بتروج للقرصنه انت من اول الحلقه. والله انا عارف ان جمهور تامر حسني كبير جدا ومش عايز اخسرهم واقول حاجه وحشه، بس في نفس الوقت مش هقول حاجه انا مش مصدقها يعني. بص انا بصنف نفسي من جمهور تامر، دي اخر حاجه هقولها يعني عشان نلحق نتكلم على الباقي. بس انا كنت بصنف نفسي من جمهوره، بس بصراحه اخر 5-6 افلام يعني تقدر تقول من بعد البدله والموضوع من سيء لأسوأ يعني. لا، والبدله هو اللي شالوه اكرم حسني برضو يعني. البدله ده انت عارف ان هو كان هيبقى هنيدي اصلا، هنيدي وتامر، كان هيبقى هنيدي وتامر وهنيدي يعني ما كانش هيبقى اكرم حسني. بس لا نخش يعني على اللي بعده مطرح مطروح. عارف انت الافلام اللي هي ايه متنغمه كده فاهم. تحسها اسطمبه كده. مش متنغم، هو فيلم اتنيل. هو فيلم. فاكر احنا لما رحنا مع بعض انا ما كنتش عارف ده، رحنا مع بعض فرح في الصيف. فاكر رحنا مع بعض فرح في الصيف وشفنا محمود حميدة. كان نفسي اروح اقول له هو ايه اللي حضرتك عامله ده، بس يعني ما قدرتش. طب انت شفت الفيلم ولا بتهاجمه كده برضو من غير ما تشوفه؟ ما شفتوش، بس سمعت عنه كلام ان هو يعني فيلم عادي والايرادات كانت وحشه والفيلم اتشال بدري ما قعدش. في افلام كده فيلم كوبي، فيلم فوتو كوبي من الافلام برضو ما كسرتش الدنيا كايرادات، بس فيلم مستواه جيد يعني. وبعدين برضو تمام. هو اخراج وائل احسان، اظن وائل احسان يعني عمل حاجات كويسه. وائل احسان جدا طبعا. فيعني هي الفكره بس هو اللي عامل اللي بالي بالك يعني، هو اللي عامل حاجات احمد حلمي القديمه، زكي شان بقى والحاجات دي. مخرج تقيل. هي بس يمكن مفيش حد تاني جنب محمود حميدة يشيل الاسم يعني انت عندك في عم الراجل الاجنبي ده يا عم اللي احنا جايبينه مرمطين اهله ده. بويكا. ايوه الراجل ده غالبا بقى عليه حكم بقى ولا حاجه، معرفش هو ماله فيه ايه. وفي سيد رجب معاه يعني مكتوب اسمه.
بس مم. يعني مفيش نجم شباك تاني معاه، فيمكن هو ده السبب انه ما جابش ايرادات. يعني عامة انا مش متشجع قوي، بس بلاش نظلمه يعني. يعني لما ينزل ان شاء الله هشوفه، بس انا مش متوقع ان هو حاجه حلوه يعني. يا ريت يا جماعه لو انتوا حد فيكم شاف الافلام اللي احنا ما شفناهاش دي يقول لنا رايه فيها يعني، يمكن احنا ظالمينها يعني. طيب ماشي اللي بعده. عندنا بعد كده اول تعاون بقى او رجوع تاني لهنيدي مع المخرج سعيد حامد من 18 سنة من ساعة فيلم يانا يا خالتي، فيلم مرعي البريم. ده بقى مم. دخلنا في شهر 8 بقى، ده افلام 2/8 شهر 8. شهر 7 ما نزلش غير مطرح مطروح دوت، وبعدين دخلنا في 2/8. ايه كنت رايك؟ متحمس انت ونزلت بوست عن الفيلم يا لهوي، ياه انا قد ايه كنت متحمس. آه. قلت يعني اولا هنيدي هيعمل شخصيه صعيدي، ودي حاجه هو هايل مم. فيها. هنيدي مم. راجع مع سعيد حامد، ودي حاجه كانت اثبتت نجاحها زمان. ومع غادة عادل. ومع غادة عادل، وهنيدي نفسه طلع اعتذر وكتب بوست، وانا عارف كنت بعمل حاجات مش قد المستوى، وانتظروا وده شبه افلامي القديمه وكوميديا مختلفه، وحمسنا والواحد سامحه خلاص وقال ماشي بعد ما شاف نبيل الخرا. وبعدين انت شفت نبيل وبعدين الجميل؟ انا شفت الزفت. ما هو ده فيلم جالنا للاسف يعني، من الافلام اللي جات لنا وانا ما بصدق ان يجي لنا فيلم عربي. مم. فروحت اتفرجت عليه، ويعني يلا ربنا يسامحه مش مسامحه، فانا في التيكت اللي دفعتها دي. المهم مرعي بريمو دوت، انا اول يومين لما نزل كنت مشغول، كنت مسافر، وكنت ناوي ادخله على ثالث يوم. ما لحقتش، يا دوب ثالث يوم في اليومين دول سمعت عنه ان هو اسوأ حاجه لهنيدي، وان هو ما يتشافش، وان هو زفت. انا برضو ما شفتوش عشان احكم، بس يعني الناس دي كلها مش لجان بقى والكلام ده، والناس دي كلها مش بتكذب. قال و... لغادة عادل برضو، قال لها خليكي فريش احنا في رحلة. التريلر اصلا كان مش مشجع خالص خالص يعني. مم. كان اللي هو بقى احنا بنحلب وبنشتغل على النوستالجيا يعني. وفي فيلم تاني برضو في الليستة نفس القصة. مم. احنا عندنا عقم في الافكار او كسل، او احنا بقى بنحاول فاهم بنطلع اخر نفس فينا قبل ما يبقى اوفيشالي خلاص كده مفيش حاجة اسمها هنيدي. بس الانس والنمس يعتبر كان فيلم حلو يعني. ممكن نبيل الجميل كفيلم خيش، بس الانس والنمس لا يعني اعتبره فيلم كويس يعني، مش من علامات هنيدي يعني بس من فيلم حلو. الافلام اللي هتشوفها تاني يعني ممكن مش برضو تاني مش من علامات هنيدي، بس فيلم كويس، فيلم ظريف، في مجهود، في فكرة جديدة، في انا يعني ممكن ابقى بالظبط ضحكت في حتتين مثلا في فيلم الانس والنمس، غير كده يعني بالنسبه لي فيلم اوكي. نسيته، معلقش معايا ومش هشوفه تاني. وكنت متوقع حاجه احسن يعني بما انه كان شريف عرفة يعني. انا برضو بالنسبة آه لي هنيدي زي ما كنت لسه بتكلم على تامر حسني، بيعمل حاجات يعني سيئة الجودة. مش تاني بتكلم على الذوق، لان الذوق بيفرق شخص للتاني، بس انا بتكلم على الاستسهال، على الانتاج. انت ممثل، انت ميجا ستار يعني. يمكن الانس والنمس عشان كده انا قلته لك، كان في مجهود شويه، كان في شريف عرفة، كان في اهتمام بالتفاصيل، كان في كده. عجبك بقى ما عجبكش، دي نقطه نبقى نتكلم فيها، بس تحس ان في مجهود اتبذل، احترام للمتفرج اللي رايح يتفرج على الفيلم. انما بقى مجموعه بقى افلام بقى زي مثلا عنتر ابن الشداد عندك مثلا مرعي البريمو، عندك نبيل الجميل، تحس ان هي افلام كده اتصورت في عجاله كده، وهو بس استغلال لاسم هنيدي، واستغلال المجهود اللي هو بيعمله كسوشيال ميديا وكده. هو فعلا هو هنيدي بقى مؤخرا مركز قوي في الماركتينج اكتر من العمل نفسه. وبعدين انا بقلق اكتر، ودي كانت من الحاجات اللي قلقاني قبل الفيلم، من كم الماركتينج اللي هو عامله. انت لو عامل حاجه حلوه مش هتبقى مهتم تعمل كل الدعايه دي، او مش هتبقى قلقان. الحلو كده كده هيبان وهينجح، حتى لو في اول مثلا اسبوع 2 ما مش كل الناس دخلته، بس كل حد هيخرج وهيطلع هو شخصيا هيعمل ماركتينج وهيقول ان الفيلم حلو. لكن ان انت تقعد تعمل ماركتينج على الفيسبوك بتاعك والانستجرام وكده، معناها انت قلقان من المنتج. طيب عندنا نمبر 1 المافيا. زيرو. هو زيرو فعلا. مش عارف، لا يعني هو يعني انا احترمت جدا ان هو عامل فيلم محترم لاول مره، وفيلم نظيف، وفيلم مع العدل جروب، خرج بقى من
من عباءة السبكي ومن عباءة الافلام اللي كان بيعملها. حاول يعمل حاجة مختلفة، حاول يعمل حاجة كويسة، صورتها حلوة، فيها قصة حلوة. عامل تاني فيلم ليه السنه دي. والفيلمين عكس بعض تماما يعني، فاهم؟ قال يرضي الطرفين يعني، يعمل فيلم كده وفيلم كده. الفيلم بالنسبة له انا مش عارف الفيلم جاب كام بالظبط، مش من اعلى ايرادات محمد رمضان، بس يمكن يبقى من احسن افلام محمد رمضان كجودة او كمنظر. بس انا شايف ان في الاخر، لا انا ما شفتوش، بس شفت يعني الاعلان وكده وفهمت هو ايه الفكرة يعني. بس انا قصدي فكرة ان هو مش فيلم عن البلطجة ومش فيلم عن الصياعة ومش فيلم عن الحاجات دي. انا شايف ان محمد رمضان مش ممثل افلام. مهما عمل في الافلام هو هيفضل انجح حاجة بالنسبة له هي المسلسلات، وفي ناس كتير كده يعني. اعتراف خطير ده. في ناس كتير كده، عندك يحيى الفخراني طبعا مع الفارق يعني كده، هو شخص متخصص تمثيليات او انجح في التمثيليات. نور الشريف الله يرحمه. عندك مثلا عندك يوسف الشريف، يعني هو تمثيليات بس يجي يعمل فيلم لا ما تلاقيش، مع انه نفس الشخص يعني. شابو يوسف الشريف. ماشي، روح اسمعوا حلقة المبالغ فيه. يعني هو في ناس كده، في ناس انجح في حاجة معينة، وبره برضو بره في امريكا كده يعني، في ناس هم بتوع افلام وفي ناس بتوع تمثيليات، نادرا ما حد بيبقى ناجح في الاثنين. فهو محمد رمضان رجل مسلسلات يعني. فيلم تاني لما ينزل برضو ان شاء الله هبقى اشوفه. انا كنت متوقع ان هو الصراحة يجيب ايرادات اكتر من كده، او كان عندي امل يجيب ايرادات اكتر من كده، علشان يعني محمد رمضان يبطل الانواع التانية، بس للاسف ما جابش. فهو لما يرجع يعمل الحاجات التانية وتجيب، محدش يقدر يلومه بقى. اصل هنعمل ايه، محدش يلومه يعني. طيب عندنا البطة الصفراء. قول انت طب حاجة بقى. انا ما اعرفش والله مين بيمثل فيه ولا اخراج مين، ما اعرفش اي حاجة عنه. ده غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة. اوكي شكرا. ما شفتوش برضو يعني، عشان برضو ما نزلش عندي. بس سمعت والله عنه كلام كويس يعني، سمعت كلام كويس، سمعت انه في فكرة، سمعت انه الفيلم كويس يتشاف ومش هتزهق يعني، ومش انت كده هتشوفه، حتى لو الريفيوز بتاعته سلبية هتتفرج عليه كده. بس مش هقول للناس تشوفه، لكن ده ممكن اقول للناس تشوفه يعني. بس لا انا برضو مش هرشح حاجة ما شفتهاش، بس يعني سمعت انه حلو. تمام. خش في اللي بعده بقى. انا دخلته في السينما، فيلم العميل صفر. انا عجبني الفيلم يعني، فيلم حلو لذيذ، فيلم تافه طبعا يعني، عارف اللي هي الكوميديا الولا حاجة. يمكن اقرب فيلم ليه في الفكرة فيلم نيمس بوند، او فكرة المحقق او الضابط او كده، اللي هو بيبقى فاشل شوية وبيطلع بقى مواقف من الموضوع ده. دي يعني تيمة عالمية يعني، مش حاجة احنا ما اخترعناهاش يعني. ايوه يعني زي بينك بانثر. بالظبط. الفيلم مضحك يعني، هو فيلم غرضه ان هو يضحكني بس يعني، مش عايز اقعد احلل اوفر تحليل للفيلم، بس هو الفيلم حلو يعني حاجة ما حصلتش من زمان ان فيلم يبقى هو كوميدي ويضحك يعني، دي في حد ذاتها نجاح يعني، والله دي في حد ذاتها نجاح يعني. انت لو داخل بهدف انت مفهمني من الاول ان انا عامل فيلم كوميدي فقط وضحكتني، يبقى انت اديت رسالتك. هو الفيلم اخراج كريم العدل، وتأليف وائل عبد الله، بس معاه بيومي فؤاد، أوتاكا، مصطفى غريب اللي هو بتاع شوجر دادي. ايوه. ومعاه اسماء ابو اليزيد انا بحبها قوي بصراحه يعني، هي مجتهده، بتعرف تعمل تراجيدي حلو جدا، بتعرف تعمل كوميدي حلو جدا، يعني مجتهده قوي، وببسط لما بشوفها في الافلام يعني. هو فيلم خفيف، ممكن يكون مش الفيلم اللي تخشه في السينما، بس ديفينتلي لو شفته في التلفزيون هتضحك. انا يعني منتظر جدا اشوفه يعني ان شاء الله، سواء ينزل بقى سينما او ينزل في التلفزيون يعني. بعد كده عندنا اول فيلم رياضي مثلا، مش فاكر من امتى، فيلم كتير سبحان الله. السنه دي في خلال الشهر نزل فيلمين عن الرياضه، ودي حاجه احنا عاملين لها حلقه اسمها الكاميرا في الملعب، بنتكلم عن افلام الرياضه وازاي هي قليله وكده، فدي حاجه تفرح يعني. اعتقد سمعوا كلامنا في الحلقه وراحوا انتجوا اسمعوا الحلقه يا جماعه. يا دوب.
ماشي. فيلم 5 جولات عن مارشال ارتس، وده اخر اعمال مصطفى درويش الله يرحمه. الفيلم بطولة شباب، بطولة آدم الشرقاوي اللي هو كان بيج زي في لعبة نيوتن، ونور النبوي اللي هو ابن خالد ماجد النبوي. المصري، عايدة الأيوبي. لو هقول حاجة هقول تحية خاصة بس إن الناس طلعت بره إطار الكورة بالظبط بوكسينج، بالظبط. الإطار اللي معروف. يمكن هي شوية حاجة قريبة من البوكسينج. لا بس يعني الفيلم ما اظنش جاب ايرادات كتير، بس ده مفهوم. اولا افلام الرياضه قليله جدا، ثانيا انت بتعمل فيلم عن رياضه مش منتشره في مصر، واول فيلم عن الرياضه دي اللي هي المارشال ارتس. أو سمعت كمان إن هما بيتكلموا عن مغنيين الراب كمان في الفيلم. اوكي يعني هو اوكي مش بس كده. فهو اعتقد اوكي. ان هو هيبقى فيلم، مش عايز اقول فيلم مهرجانات، بس اه الافلام اللي هي بتسلط الضوء على حاجات جديده يعني. لا وبرافو جدا يعني، سواء الفيلم اه نجح او ما نجحش، بس تجربة كويسة، ولو فيها غلطات يحاولوا يتعلموا منها ويعيدوها يعني بالظبط. ما يقولوش ايه ده فشل مش هنعمله تاني يعني. طيب الفيلم اللي جاي بالنسبه لي من احلى افلام السنه، فيلم وش في وش. بختك ما شفتوش. مش هحرق طبعا، بس هو فيلم حلو قوي قوي. فيلم هو التصنيف الرئيسي بتاعه ان هو فيلم كوميدي، بس اقدر اقول ان هو فيه جزء كبير دراما، واقدر اقول ان هو فيه جزء كبير يعني فانتازيا اجتماعية. يعني هو حط لك موقف صعب ان هو يحصل في الحقيقة، وفي نفس الوقت جايب لك بقى في حالة هستيريا بقى نتيجة للموقف ده، والناس بتتصرف ازاي. وهو بيناقش قضية تقريبا موجودة في كل بيت مصري، بيناقشها بطريقة حلوة. طبعا استخدموا حتة المبالغة عشان يوصلوا وجهة النظر بتاعتهم، وعشان يقدروا يحطوا الحتة الكوميدية. فهو فيلم أنا بالنسبة لي مكتمل. يعني بالنسبة لي ككوميديا ضحكت جدا، المسج وصلتني، كإخراج إخراج حلو جدا، الفيلم بطولة جماعية. صحيح على الافيش بتاع الفيلم هتلاقي دايما محمد ممدوح وأمينة خليل، بس مساحة ظهورهم في الفيلم يعني متساوية مع كل الأبطال التانيين. كان عندك مثلا أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، كل الناس دي طلعت، خالد كمال وسلوى محمد علي. الناس دي طلعت بأدوار متساوية، كل حد طلع على الشاشة كتير. سامي مغاوري الملط. بسيوني. اللي كانت مفاجأة بقى بالنسبة لي ممثلة جديدة اسمها دنيا سامي. فدنيا سامي دي كوميدية جدا، ومشروع واحدة بقى حبة يعني. يمكن يعني غير ان هي كوميديانة كمان، هي بتمثل حلو جدا. هي طلعت قبل كده في مسلسل بالطو، وطالعه هنا في الفيلم دور حلو جدا بصراحه، وشابوه ان هم ادولها. ما طبلتش في الفيلم؟ ما طبلتش، بس هي طبالة اصلا. لا ما طبلتش والله، هي طبالة. ما اعرفش المعلومه دي. كذا فيلم او دور تعمله تبقى تطلع في لقطه يعني تبقى بتطبل يعني، عشان هي اصلا بتطبل. اوكي، لا هي كانت طالعه شغاله في الفيلم وعملت الدور بطريقه حلوه جدا يعني. عندك بقى مخرج الفيلم برضو يعني يعتبر ده تاني فيلم ليه، وليد الحلفاوي. وليد الحلفاوي برضو هو المؤلف برضو، هو المؤلف والمخرج. ويعني برضو دي شفت حاجة مميزة يعني، فيلم طلع حلو لما كان المخرج والمؤلف نفس الشخص يعني. بالظبط. هو برضو وليد الحلفاوي ابن الممثل نبيل الحلفاوي، واخوه برضو مخرج. فهي واضح ان هي عيلة فنية، وانا مبسوط ان الاتنين مخرجين تقال ومتخصصين كوميدي. يعني انا اقدر اقول لك كده، ابصم لك بالعشرة ان لا، وليد الحلفاوي ده هيبقى من المخرجين اللي هياخدوا سكة الكوميدي بقى، وهتبقى بتستنى حاجتهم يعني. سبحان الله يعني، مع ان ابوهم مش كوميدي خالص يعني. سبحان الله. خالد الحلفاوي برضو اخوه هو المخرج بتاع الوصية. يعني من اكتر مسلسلات الكوميدي يعني، يمكن اقول لك في التاريخ تقريبا المصري يعني. حلو. انا متحمس جدا اشوفه الصراحه جدا يعني. اتمنى ينزل قريب في اي حته. ده بالنسبه لي التوب 2. انا اكيد عارف مين التوب 1 يعني. احنا لسه ما جبت الشيرت والحلقات دي. طيب مندوب مبيعات.
ماشي اللي بعده. يعني فيلم من افلام المقاولين. افلام بيومي فؤاد، اسلام ابراهيم، الضحك اللذيذ الجميل ده. بس اللي بعده انا كنت عايز اخش الفيلم ده في السينما، يعني اولاد حريم كريم. طارق عايز- الشناوي منعك ولا ايه؟ لا والله، لا متردد كده. يعني انا عارف ان الفيلم مش حلو للاسف، يعني لان هو محاولة بائسة يائسة ان هم يعني يعيدوا استنساخ فيلم حريم كريم، وده من احسن الافلام في، يعني من الافلام اللي هي 20 سنة. اه والصراحة اللي يحسب لهم جدا، وبجد انا مش مصدق ازاي عملوها بعد 20 سنة عرفوا يجيبوا كل الكرو تاني. يعني نفس المؤلف، نفس المخرج، نفس الابطال. يعني طبعا طلعت زكريا الله يرحمه، بس كل الناس اللي اشتركوا في الجزء الاول اشتركوا في الجزء الثاني. ازاي يعني؟ ازاي عرفتوا تعملوا كده؟ ده في ناس بتعمل جزء وبعديها بسنة ما بيعرفوش يلموا نفس الناس عشان يعملوا الجزء الثاني. ما اعرفش، انا مش متابع طبعا سكة كل حد، بس اعتقد ان كل حد فشل ان هو يوصل لحاجة. المخرج مثلا علي إدريس مخرج كبير وتقيل فعلا، بس ايه اخر فيلم عمله؟ كان من 5 سنين، الأبلة طنطا. ايه اخر فيلم قبله عمله؟ فيلم البر التاني بتاع محمد علي، اللي هو المعارض ده اللي هربان بره مصر. ايه اخر فيلم قبله؟ يعني عارف خلاص تاريخه شبه انتهى. فده المخرج. المؤلفة زينب عزيز. زينب عزيز برضو. عارف ان هم متجوزين؟ اوكي هم اشتغلوا مع بعض برضو في فيلم البر التاني. متجوزين. فبس ماشي. يعني هو فيلم من الافلام الواحد انا حابب اشوفه، بس بفكره النوستالجيا، مش هبقى منتظر من الفيلم كتير، بس عشان كنت بحب الفيلم القديم وكده. انا بحب مصطفى قمر جدا بصراحه، يعني انا كنت عايز اخش الفيلم تشجيعا ليه يعني، بس كل شويه اقعد اسمع ريفيوز وحشه على الفيلم. بس يعني انا يعني فكره ان هو طارق الشناوي طلع انتقد الفيلم، وبعدين مصطفى قمر طلع قال له انت مين قال لك تتكلم عليا؟ انا مش قايل لك تتكلمش عليا وبتاع. بالنسبه لي غريبه قوي. يعني طارق الشناوي يعني الوحيد تقريبا من كل اللي بيتكلموا اللي مهنته ناقد. ده الوحيد اللي من حقه يتكلم. فيعني ايه مين قال لك تطلع تتكلم عليا؟ يعني ده شغله، يعني زي ما انت طلعت غنيت او مثلت ده شغل الراجل. مش عارف، حسيته كان كومنت غريب قوي. مش فاهم بقى في حاجه شخصيه ما بينهم ولا ايه، بس يعني استغربت يعني. فبلاش بقى نتكلم على الفيلم وحش لمصطفى قمر يزعق لنا ولا حاجه. طيب عندنا بعدها دخلنا بقى في شهر 9 فيلم اسمه شمس. حتى انا بحاول ادور على الفيلم، بيطلع لي حاجات تانية غير الفيلم نفسه. سمعت عنه واحنا بنحضر يعني. لا يعني طبعا الفيلم جايب اقل من 200,000 جنيه، فيعني الله يعني مش عارف. يعني لو اخدت اصحابي هنجيب الايرادات دي. يعني ممكن تبدل الفيلم ده بكيا بيكانتو مثلا. تروح الاجانس تديهم شريط الفيلم ويدوك عربيه كده مستعمله. ما اعرفش ليه في افلام كده اللي هو بحس هو يعني المنتج، انت متوقع ان في حد هيتفرج على الحاجات دي، ولا هي دي غسيل اموال، ولا يعني الناس يعني تخيل انت بتروح تشتغل لمده شهر مثلا تصوير، كل يوم رايح بتشتغل وانت عارف ان بعد كل التعب ده هو مش هيتشاف. يعني ليه؟ والمنتج بيصرف فلوسه ليه؟ يعني عندي اسئله كتير كده ما بقاش لاقي لها اجابه. بس يعني اعتقد المنصات محتاجه افلام عشان تشتغل يعني. خلاص ما تنزلوش سينما، اعمل فيلم منصات عادي، اعمل فيلم منصات زي نتفليكس، ما بيعملوا افلام تنزل على نتفليكس، مش لازم تنزلوا سينما بقى. وبعدين حتى برضو ده لو نزل في منصات مين هيشوفه ده؟ يعني مش عارف فعلا. علامه استفهام بالنسبه لي كبيره قوي. طيب نخش بقى على حبيب قلبي بقى، اللي انا ماسك نفسي من اول الحلقه ما جبتش ساعه وما جبناش سيرته يعني، مش عوايدك. طيب يعني كان نفسي الفيلم يكون نزل بدري شويه، اولا عشان كان هيكسر الدنيا، كان هيجيب اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه طبعا. كنا هنتكلم عليه في الحلقه في الاول بدري، بس احنا ماشيين بترتيب الافلام ونزولها. فيلم فوي محمد فراج. هايل. بس يعني يعني اتكلم بقى، انا سايبك اهو تتكلم عن حبيبك اهو. دي حاجه مش لا بس بغض النظر يعني انت بتحبه ولا لا، انت شفت الفيلم تقيل قوي يا زيزو، فيلم تقيل قوي 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 يا زيزو.
بجد انا يعني مش الصراحه كنت تحيز. متحمس قوي اشوفه، قوي متحمس قوي. حتى مم. بعت لمحمد فراج على انستجرام شخصيا ورد عليا، والله راجل في قمه الاحترام يعني. قلت له هو مم. الفيلم مش هيتعرض بره مصر؟ قال لي والله مم. بنحاول وبتاع، بس ما هو لحد نازل، دلوقتي ما نزلش. نازل اوسكار. احنا امتى اخر فيلم مصري اه كان مترشح لجائزة الاوسكار؟ مش فاكر زمان طبعا، قوي، من مش زمان فاكر جدا طبعا. يعني. امم والفيلم انا كنت متحمس له لسببين، اولا ثلاثه اكشلي: القصه، ثانيا محمد فراج، ثالثا بقى عمر هلال اللي هو اوكي. المخرج والمؤلف بتاع الفيلم دوت. اه. مخرج اعلانات اصلا، اول مره يعمل فيلم، بس هو في مجال الاعلانات يعني هو حاجه كبيره قوي قوي يعني. يعني اوكي. توب 2 او توب 3 من اهم الناس مخرجين اعلانات. وهيبقى حاجة كبيرة قوي في مجال الافلام. انا بقول من يعني كلامك انت اه. لسه ما شفتش الفيلم، بس لا، هيبقى حاجة كبيرة قوي. انا كنت متوقع ان لما الفيلم ينزل ان هو هينجح ومبسوط انه نجح جدا، علشان يبقى فيه نوعية الحاجات دي اكتر، وعشان نقول للناس ان هو مش لازم نعمل حاجات تافهة عشان تنجح. مم. يعني الحاجة الحلوة بتنجح، سواء بقى كانت جد، كانت كوميدي، كانت رومانسي. لو هي معمولة حلو ومتعوب فيها ومهتمين بكل حاجة فيها هتنجح. بص، هقول حاجة مش عايز ابقى بأفور، يعني مش عايز اوفر سيل الفيلم او اعلي سقف التوقعات عند الناس. بس انا واحد من الناس بحب اتفرج على الافلام المصري القديمة والجديدة، يعني بشوف الاتنين. احنا مثلا من سنة، يمكن من سنة 2000 قليل قوي ما بنعمل فيلم فيه روح. مش قادر اوصل لك، بس مثلا ارجع بقى الافلام مثلا بتاعت محمد خان كده، هتلاقي مم. فيه افلام معينه بيبقى ليها روح معينه، انت بتعيش كده جوه الفيلم وبيدخلك في مم. مود معين وكده. الفيلم ده كده قوي. الفيلم مفروض النوع بتاعه اللي هو البلاك كوميدي، الكوميديا السوداء، بينتقد المجتمع انا ده اكتر نوع بحبه الصراحه، اكتر نوع اه. افلام بتكيفني يعني. اه والفيلم رياضي، ودي حاجه برضو ما حصلتش بقالها بالظبط. كتير. بالظبط، هو مش رياضي بالمعنى، بس متناول حياة اه المعسكر والسفر والكلام ده بالظبط. كله. عاملها بشكل بروفيشنال جدا. انا كواحد مهتم اساسا بالرياضة وبالكورة تحديدا، فلا هو باين ده بشكل حلو وبشكل مسلي وبشكل ذكي جدا. مم. كان بيشرح حاجات مثلا زي قواعد اللعبة اللي هي بتاعت كرة مم. الجرس دي، بيشرحها بطريقة ذكية مش بطريقة ساذجة. مش بطريقه مباشره كده يعني طريقه كرييتيف شويه وحلوه. مم. طه دسوقي طلع في دور حلو جدا جدا. مم. مش طالع مم. يعني، طبعا اكيد كان بيضحك، بس طالع برضو فيه لمحه تراجيدي كده. فبرضو دي اول مره اشوف طه دسوقي طالع في الحاجه دي. هو مش ما بقالوش السنين بيمثل، بس عمل اكتر من حاجه في الفتره الاخيره، وهو في الاساس ستاند اب كوميديان، فان انت مم. تشوفه بيمثل لا حلو جدا. بقيه الناس بقى كلهم كويسين جدا. كان نفسي، او حتى في حلقه من الحلقات اللي قبل كده، حلقه الكابلز، قلت انا نفسي اشوف فراج وبسنت شوقي بيطلعوا، يعني اشوف الكيمياء بتاعتهم كاتنين بيحبوا اه بعض في اه. فيلم. طلعت صحيح ما كانتش واخده حجم كبير، بس طلعت. مم. الموسيقى التصويريه بتاعت ساري هاني موسيقى حلوه وكرييتيف. لا فيلم معمول متعوب فيه ومعمول بمزاج. حتى اسم الفيلم يعني ذكي يعني، حتى اسم اه. الفيلم كان ممكن يسموه اي حاجه تانية، بس ان انت اه. تسمع فوي 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 ايه اللي هو اسمع اه هيعلق معاك، فاهم؟ لا بالظبط. يعني بالظبط. تحسهم فعلا ركزوا في كل تفصيله فعلا وخدوا وقتهم. وما الفيلم مش من الافلام اللي متكروته عشان يلا لازم نلحق ننزل في العيد، فاهم؟ ويا رب يا رب يجيب ايرادات بجد، عشان الناس تتشجع تعمل افلام من النوع ده كتير يعني. هو حصل بس موضوع الصحافة دوت اللي هو مش عارف، اللقاء اللي حصل مع فراج او مع المخرج، في بقى كلام اتقال مش عارف الناس فهمته غلط ولا ايه، بس يعني اظن حصلت شوية دعاية سلبية، وفي ناس قفشت على النت مش هنشوف الفيلم، مش عايزين نشوف حاجة لفراج والكلام ده. بس هو الراجل طلع اعتذر وقال ان هو اتفهم غلط وكده. فاتمنى ان دي حاجة ما تأثرش على الفيلم كعمل يعني، لان ده ما يشيلش ذنب ده يعني. لا انا بقول لك بالنسبه لي الفيلم ده وفيلم وش في وش اقوى فيلمين نزلوا السنه دي، وافلام فعلا بتبين لا احنا نقدر نعمل سينما حلوه. يعني عارف،
السينما زي الافلام الاجنبي، وللاسف هي دي كلمه يعني بنقولها لما بنقول ان في فيلم جودته حلوه او مهتمين بتفاصيله او حاجات بس زي ده كده. الواقع يعني. اه اه فالفيلمين دول لا. والفيلمين على فكرة فيهم حاجات كومن كتير. يعني الفيلمين الكاتب والمخرج نفس الشخص. الفيلمين محمد ممدوح ومحمد فراج الاتنين تقريبا، يعني لو بصيت على مشوارهم هو very similar، يعني شبه بعض قوي. ممكن يبقوا طالعين في نفس التوقيت، خدوا خطوات شبه بعض، خدوا وقت اول بطولة مع بعض، اتنين اتشهروا في التمثيليات، الاتنين كانوا مع بعض في لعبة نيوتن. لا يعني تحس ان الفيلم فيه جايبينها من تحت الاتنين. بالظبط، والاتنين وصلوا مع بعض. يعني تحس ان الفيلم فيه عوامل كتيرة ادت ان الفيلمين ينجحوا. فيا ريت اللي عايز يعمل حاجة ناجحة يتفرج ويشوف ايه كل العوامل دي ويحاول يطبقها يعني. طيب هو في فيلم الفيلم ال20 بقى نقدر نقول الفيلم الاخير هو فيلم دولارات. لو عرفتوا بتاع مين قولوا لنا يا جماعه. هو ده سؤال الحلقه. ويل يا ويل، فاهم؟ شو يا شو. بس يوني دولارات. فيلم كرييتيف جدا. يعني ممكن نقول بسرعه كده كم ملاحظه احنا خدنا بالنا منها. بيومي فؤاد عامل 7 أعمال في ال20 ان شاء الله، ربنا يزيده ويبارك. انا بالنسبه لي ده رقم قليل. قليل. هو ابتدى يتعب بقى خلاص. يعني حاولت اراجع وراك عشان اشوف لو عمل اكتر، بس طلعوا 7 بس. لا دي اللي كريم عامله حاجتين، وفي الحاجتين اظن دورها صغير، ده اللي سمعته. غادة عادل عامله حاجتين برضو. شفنا تو كابلز، اشهر تو كابلز في السينما حاليا، بسنت شوقي وفراج شفناهم مع بعض. احمد فهمي وهنا الزاهد شفناهم مع بعض. ما فيش بطولات نسائيه تقريبا، صح؟ ما فيش اي فيلم بطوله ست. هو في ابطال ستات كتير، بس فيلم بتاع واحده ست لا، ما افتكرش. بتركز في التمثيليات اكتر يمكن بقى. معظم الافلام كوميدي نقدر نقول كده، يمكن بنسبه 80% مثلا، 90% كمان. ايه تاني؟ في ايه كان نازل وما نزلش؟ كان في حاجات نازله واتاجلت. في فيلم بتاع عمرو سلامه ده وآسر ياسين، فيلم شماريخ. أمينة خليل برضو على كلام عمرو سلامه ان ده هتبقى حاجه حلوه قوي، تجربه بصريه مختلفه تماما وقصه حلوه، والفيلم اكشن من اوله لاخره. فيعني هنشوف هيبقى عامل ازاي. اوكي متحمس اشوفه. وكان في فيلم لمحمد امام، الفيلم اتاجل وكل شويه لا ابن عادل امام بقى. الفيلم اللي محمد عادل امام واخراج رامي عادل امام. بس ماجد الكدواني معاهم، وماجد الكدواني قاعد يشكر في الفيلم ويقول ان هو هتبقى حاجه حلوه قوي وبتاع، فانا بثق في رايه وبحترمه. ففيلمين تقال لو كانوا نزلوا كان الصيف كمان فرق اكتر، وكان هيبقى فيه اعمال اكتر حلوه. فانا متحمس ان هم ينزلوا، متحمس اتمنى يجوا عندي يعني، اتمنى اشوفهم. بقعد احسدك اما الافلام دي تنزل والله. يعني ربنا معاك. طب ايه التوب 3 في الايرادات؟ بيت الروبي طبعا احنا قلنا اول واحد بفرق، يعني بيت الروبي 128 مليون. ايه اللي بعده؟ التاني، المركز التاني اقول لك مين؟ اوبنهايمر. اوبنهايمر طبعا. اوبنهايمر فيلم السنه هو وباربي بره يعني. تخيل انت لما في الصيف في مصر فيلم عن القنبله الذريه ومدته اكتر من 3 ساعات يجيب ايرادات اعلى من كل الافلام المصريه، يعني باستثناء بيت الروبي كده اللي هي بحجه افلام العيد وبنعمل كوميدي عشان الجمهور عايز كده، وافلام عربي اللي هو كل الشعب يقدر يشوفها، وافلام خفيفه، وافلام كل الكلام ده. يجي فيلم اجنبي جد طويل يحط على كل دول. فيعني يعني محتاجين نراجع نفسنا. وكمان ما كانش كل السينمات، علشان كان في افلام عربي بالهبل تانية. فده يدل بس ان انتوا مثلا تاج مثلا جايب 40 مليون ولا 42 مليون، ماشي، هو يمكن يبقى مبسوط، بس ده يدل لا يعني لا ده ما يعتبرش نجاح بالنسبه لي. لما فيلم زي ده اوبنهايمر يعدي كل الافلام دي، يبقى لا. هو بصراحه في افلام لسه نازله، يعني فيلم مثلا فوي ده الاسبوع الثاني ليه، فهو جايب 12 مليون في اسبوعين. برضو العميل 0 ما بقالوش كتير، ووش في وش ما بقالوش كتير. يعني الافلام دي ما بقالها شهر تقريبا. فهنشوف هيبان يعني التاني تاج، التالت بعبع، الرابع مستر اكس. التلاتة دول بقى على بعض، تاج والبعبع ومستر اكس، لو حطيتهم على بعض كلهم ايراداتهم يوصلوا لايرادات بيت الروبي.
فيعني معديهم بمراحل، بأميال. معرفش بقى ده الناس ده تفهم منه ايه، بس اكيد ليه معنى يعني. بس اظن احنا اتكلمنا عن الصيف بالتفصيل، كل الافلام اللي نزلت واللي ما نزلتش حتى. في اي حاجة عايز تضيفها قبل ما نقفل؟ لا مفيش، يعني انا كل اللي اقدر اقوله بس ان انا مبسوط. الكم زاد عن السنة اللي فاتت بكتير، والجودة مش كلها زادت، بس في افلام ابتدت تنزل بجودة كويسة. في مخرجين جداد، في مؤلفين جداد، في ابطال جديدة، في افكار جديدة. يعني اقدر اقول ان هو يعني ممكن نقول ان الجيل الصغير خد فرصة شوية وطلع هو شوية لقدام، وبقى غطوا شوية على الناس القديمة بقى زي هنيدي وكده، يعني صح؟ لا يعني انت هنيدي تحت في الليستة. هنيدي مثلا مركز السابع ولا الثامن. محمد رمضان نمبر 1 طالع برضو التاسع ولا العاشر. صفا قمر يعني تحت. كل القدام دول تحت، الجداد بقى هم اللي فوق يعني. يعني فهمي بقى، امير الوحيد اللي من كرارة، القدام اكرم اللي ماسك حسني. نفسه كريم عبد العزيز. اه يعني ده مفهوم ليه يعني. طبعا ده ما شاء الله يعني. وبرضه معاه حد من الجداد، معاه كريم محمود عبد العزيز برضه. وتقدر تقول ان الاتنين واخدين مساحة دور قد بعض يعني. وفي ناس كتير داخله الفيلم عشان كريم محمود عبد العزيز يعني. بس الحمد لله ان في كذا فيلم بيضحك اخيرا، الكوميديا بقت ظريفة، وفي كذا فيلم جودتهم حلوة يعني السنة اللي فاتت كلها على بعض ممكن يبقى في فيلمين 3 حلوين. السنة كلها كانوا 2. انا فاكر كانوا 2 ومش لاقيين، بندور على الثالث مش لاقيين. السنة دي اكتر يعني، فدي حاجة كويس، مؤشر كويس. لا يعني اقدر اقول لك ان السيزون ده above average، يعني فوق المتوسط. مش ما اقدرش اقول عليه متوسط ولا رديء، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول عليه بقى يعني موسم استثنائي بقى وكده. لا احنا كنا زمان كان بيجي علينا وقت انت بتروح تقف كده قدام السينما، اخش ده ولا ده ولا ده ولا ده، وانت مش عارف فعلا، مش عارف تخش. أيوة. ايه فيه صح. بس كده يا سيدي، ماشي. شكرا يا جماعة جدا، كانت حلقة لذيذة وطويلة، ويا رب تكون عجبتكم يعني. يا رب. شكرا يا عبد، وشكرا يا جماعة، ونشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.